انت اتجننت. مين بس اللي هيوافق على الكلام ده؟ محدش ابدا هيوافق. قال لي اسمعي بس الكلام. المهم ان انا اتفقت معاه، اهم حاجة في الموضوع ان كل حاجة هتحصل قدامي. قلت له مش بقولك اتجننت؟ يعني انت عايز كل اللي هيحصل بيني وبينه يبقى قدامك، وانت هتستفيد ايه؟ وبعدين انا ما اقدرش ابدا اعمل حاجة زي كده قدامك. قال لي وفيها ايه دي؟ وبعدين ايه المشكلة؟ انا اللي بطلب منك. قلت له ايه سبب الطلب ده؟ قال لي السبب ان انت تسمعي كلامي، ومش عايز اسمع اي كلام تاني، والموضوع ده اعتبري اتقفل. ها، قلتي ايه؟ قلت له طيب خلاص، انا مش هسأل، بس عايزه اسألك عن حاجة تاني. قال لي انت مش لسه قايله لي مش هسأل؟ قلت له يا سيدي، مش قصدي حاجة من اللي في بالك، انا قصدي يعني انت مفهمه وهو موافق؟ قال لي ايوه. بصراحة ما كنتش مصدقة كلامه. اصل مين بس يبقى بيعمل حاجة زي دي ويخلي حد يشوفه ويتفرج عليه؟ ده حتى ده حتى الدنيا ما تظبطش ولا تقف ابدا. ازاي بس؟ لكن وافقته. قلت اما اشوف اخرتها ايه. انا بالنسبة لي ما يفرقش معايا، وقلت يعني ان الموضوع مش بعيد، والمية تكدب غطاس، وديني اهو قريب قوي هعرف هعرف اذا كان هو فعلا هيعمل كده ويجيب حد عارف كل حاجة، ولا مجرد كلام بيقولهولي وخلاص. وفعلا بعديها بيومين لقيته بيقولي جهزي نفسك اللي جايتي عشان هعدي اخدك عشان نكمل اللي اتفقنا عليه. قلت له حاضر من عينيا، وقفلت معاه وحضرت هدومي. ولما امي سألتني قلت لها جوزي يما، جوزي ردني وانا راجعة بيتي. قالت لي ربنا يهدي سرك يا بنتي، مش كان المفروض برضه ان هو يطلع ياخدك من بيت اهلك بنفسه؟ قلت لها يو يا ماما، خلاص بقى، ده انا ما صدقت انه يصالحني. انا بقى انا هنزل. قالت لي استني هنا. هتنزلي ازاي؟ هي برضو مش دي الطلقة التالتة ولا ايه؟ قلت لها ها، لا لا، دي طلعت كده كانت غلط. ولما سأل حد يعني من اللي بيفهموا في المواضيع دي قال له ما تتحسبش، وما كانتش تعرف ان جوزي هيعمل حاجة زي كده. وانا كنتش عارفة اقول لها ايه، وما صدقت سابتني ونزلت. واللي حصل واللي انا يعني ما كنتش متوقعاه ابدا. محدش ابدا لما يعرف هيصدق. وانا هحكي لكم من الاول. اتجوزت واحد عصبي زيادة عن اللزوم، وبيغير عليا من الهوا الطاير. وانا ما كنتش عارفة اعالج الموضوع ده ازاي. كل ما اقوله ما ينفعش عصبيتك دي اللي كل شوية، ها انت كده هتخرب بيتك بايدك، كان يقول لي اسمعي كلامي وانا ما تعصبش. مرة تطلعي لي البلكونة بشعرك، ومرة تنزلي بلبس زي اللي انت كنت نازلة بيه ده، وادي بقى حالي معاكي على طول. وانا ما بقتش حابب كده ابدا، ومش عايزك تفضلي تعملي الحاجات دي، علشان كده انا بغير عليكي. وانتي مش عارف ليه ما بتعذريش غيرتي دي. انا كنت بحاول اعمل كده، لكن هو صدقوني كان على اتفه الاسباب بيغير ويعمل مشكلة، وطلقني مرة في التانية. وكان الشيخ محذره من المرة التالتة دي، وقال له التالتة تابتة، لو طلقتها تالت مرة هتبقى آخر مرة، وساعتها مش هينفع حتى انك تقعدوا في مكان واحد مع بعض. وروحنا بيتنا وعشنا حياتنا بشكل طبيعي لحد ما حصلت مشكلة، وانا برضو ما كانش ليا ذنب فيها. اللي حصل ان جالنا ساكن جديد، عيني زايغة وانا مالي، في الطلعة وفي النازلة يبصلي، هو ما كلمنيش، كلها كانت نظرات.
وانا بقى ذنبي ايه؟ انا مالي؟ هو انا اللي قلت له يعمل كده؟ وفي لحظة شيطان ما بينا اتعصب جوزي، وللمرة التالتة طلقني. ايوه، كان ده اليمين التالت. وطبعا بعديها ما كانش ينفع نرجع لبعض. وبعد ما فاق قال لي يلا، يلا بينا نرجع البيت. قلت له بيت؟ بيت ايه يا اخويا؟ احنا كنا لسه جايين ومبسوطين من بره، تقوم تطلقني كده على باب العمارة؟ انا رايحة عند اهلي، اصل دي خلاص المرة التالتة، وانت ما ينفعش انك ترجعني غير لما انا يبقى في محلل بقى. قال لي ازاي يعني؟ قلت له زي الناس، وكمان عشان تكون فاهم المحلل ده لازم اتجوزه فعلا، وتحصل بينا كل شروط الجواز، واكيد انت فاهمها. وإذا بقى طلقني يا ما طلقنيش. قال لي انتي بتقولي ايه؟ قلت له ده مش كلامي، مش انا اللي بقوله، اسأل اي حد من اهل العلم وهم هيقولوا لك. ولما سأل اتأكد كان هيتجنن. وانا رحت عند اهلي، كان كل دقيقة تقريبا بيكلمني علشان يشوف هنعمل ايه. لكن انا رديت عليه وقلت له لا يا حبيبي، انت اللي هتعمل وانا مالي؟ هو انا كنت قلت لك ارمي عليا يمين الطلاق؟ انت اللي بنفسك عملت كده. قال لي اعذريني، انا انا ما كنتش اقصد. قلت له تقصد بقى ولا ما تقصدش؟ اهو ده اللي حصل. ولما بقى تلاقي محلل يبقى كلمني. وما فيش يوم ولقيته بيكلمني تاني يقول لي خلاص انه لقى المحلل، بس اي حاجة هتحصل قدامه، قدام عينيه. قلت له ازاي الكلام ده؟ ومين اصلا اللي هيقبل بكده؟ قال لي مالكيش دعوة، انا لقيته موافق بكل طلباتي. وطبعا دار بيني وبينه الكلام اللي قلته لكم في الاول. وفعلا جاب صاحبه يكون هو المحلل. لكن لما شفت صاحبه بصراحة انبهرت ليه. شاب صغير طول بعرض، ومعالم الرجولة باينة عليه. كنتش مصدقة إن هو يوافق زي ما طليقي كده قال لي. لكن بعد ما اتكتب الكتاب لقيته بيطلب من طليقي إن هو يمشي. قال له ازاي يعني؟ ده ما كانش اتفقنا. قال له بص، أنا هنام في أوضة وهي في أوضة، المهم إن أنت ما ينفعش تكون هنا، وأنا بكرة ولا بعده هبقى أرمي عليها اليمين وخلاص. وفعلا اقتنع طليقي وسابنا ومشي. لكن كان كل شوية يتصل بيا، لكن أنا بصراحة ما كنتش برد. لحد ما لقيت جوزي الجديد مسك التليفون وسألني مين اللي بيتصل. ولما قلت له مسك التليفون قفله. هو قال لي فكريني بكرة أبقى أجيب لك خط جديد. قلت له ازاي؟ هو انت هو انت مش ناوي يعني انك انت وقبل ما انطق بكلمة لقيته حط ايديه على بوقي وقال لي اوعي تقولي الكلمة دي تاني، انا راجل ودمي حر، ومستحيل ابدا ابدا اعمل كده. انت مراتي وهتفضلي مراتي لحد ما تقولي لي بنفسك انك خلاص مش عايزاني. وساعتها يا بنت الناس ابقى سيبك تروحي لحال سبيلك. بصراحة أنا أعجبت بيه، ولقيت نفسي بقوله لأ، أنا عمري ما هسيبك، وأنا من الليلة دي بعتبرك زوج ليا قدام ربنا وقدام الناس والعالم كله. ودلوقتي أنا محتاجة لك كزوجة. بصراحة لقيته هو كمان بيقولي وأنا محتاج لك برضه، إن أنا مش عارف أستغنى عنك، معرفش إزاي اتعلقت بيكي واحنا ما كملناش حتى كام ساعة. وبصراحة قضينا ليلة في حياتي ما كنتش أحلم أقضي زيها. وتاني يوم لما جه طليقي فتحت الباب لقيته هو. قال لي هو فين؟ قلت له تقصد جوزي؟ قال لي جوزك؟ قلت له أيوة، هو مش جوزي ولا إيه؟ قال لي ماشي يا ست، فين جوزك؟ قلت له في الشغل ولسه ما جاش. قال لي انت من امبارح ليه قافله تليفونك وفي الاول ما كنتيش بتردي؟ قلت له جوزي بيغير عليا واخد التليفون
لحد ما يغير لي خط. قال لي: إيه اللي انت بتقوليه ده؟ قلت له: لو سمحت انا هقفل البيت لان راجل البيت مش موجود. وفعلا عملت كده، وشوية وجوزي جه وحكيت له اللي حصل. قال لي: على العموم احنا هنمشي من هنا لان دي مش بيتك ولا بيتي، دي شقته هو، وانا حضرتلك شقة تليق بمقامك وانتي وما تخافيش من اي حاجة. وفعلا مشينا انا وهو اتخانق مع طريقي وقال له خلاص هي بقت مراتي. لكن انا بصراحة قلقانة قوي من طريقي لا يعمل في جوزي حاجة، علشان كده اديتلكوا وحكيتلكوا قصتي. يا ترى حد فيكوا عنده حل او حتى يقولي ايه اللي ممكن اعمله عشان احمي نفسي وجوزي؟ انا فعلا مش عارفة، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكوا واقراها كويس، ويا ريت تردوا عليا في اقرب وقت.